عسلامة ومرحبا بكم في بنة جديدة على قناتي ميسا فودز. ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتعملوا جيم وكومنتير على الفيديو كان عجبكم. اليوم باش نعملوا مع بعضنا سردينة بكفنا بطريقة مبتكرة وبنينة برشا. نتصور برشا عباد ما يعرفوهاش، هذه انا جربتها بنينة على الاخر ما تصورش قداش. نبداو بالتحضير. نستحقوا كعبتين سردينة نطيبوهم في الماء ونحيو لهم الشوك متاعهم، نحطوهم في صحفة ونزيدوا عليهم زوز مغارف كبار روز ديجا نكونوا طيبناهم. نحبوا ابيض ولا اصفر كيف ما نحبوا، كيف ما نجموا نعوضوا الروز بالبطاطا المسموطه. انا هوني اخترت الروز خاطر مطعمه خفيف اخف من البطاطا وزيد حاجه جديده مش كيف البطاطا المسموطه ديما مستنسين بها في الكفته وفي برشا حاجات اخرين. نرفتوهم مليح حتى يمتزجوا ونجموا حتى نرحيوهم بالماكينه. لازم يكونوا مرفوسين مليح باش الخليط متاعنا يجينا ارطب هكا ميبداش فيه كعابر. من بعد ما نكملوا نرفسوهم كيف ما تراو هكا سافا تكستور نتاعهم كيكا. نفوحوهم بشويه نعناع شايح وشويه تابل مش تابل وكرويه. نزيدوا عليهم شويه حبق شايح وملح وفلفل اكحل وفلفل احمر وكركم. الكميه حسب الكونتيتي نتاعكم. انا هوني حكرت بمغرفه صغيره، نجم فما حاجات عملتهم اشترى مغرفه وفما حاجات مغرفه صغيره كامله. من بعد زدت عليهم مغرفتين بصل، عملنا كعبتين سردينه عليهم زوز مغارف روز، عليهم زوز مغارف بصل وثلاثه مغارف معدنوس. سر بنة الوصفة هذه هو في الروز اللي عوضنا به البطاطا، وزيد في باش نلموا الحشوة متاعنا نحطوا مغرفة سميد ومغرفة فارينة، وبعد نزيدوا عليهم عظمة. السميد هو زيادة باش يعطينا دقرميشة صغيرة هكا من داخل تجي بنينة برشا. ومن بعد اكيد باش نلموهم هذم الكل بعظمة. انتوما بالكونتيتي اللي عملتوها تنجموا تستحقوا عظمة كيف ما تنجموا تستحقوا زوز، انتوما بالكونتيتي. نخلطوهم مليح ونزيدوا عليهم شويه زيت زيتونه. الوصفه هذه كيف ما نجموا نقليوهم كيف ما نجموا نحطوهم في الفور، على خاطر السردينه تبدا شاده روحها. هي احسن حاجه في الفور خاطر صحيه. انا هوني باش نعملها مقليه على خاطر زيد الحاجه المقليه صحيح مضره اما بنينه ابن انا نحسها، وانتم تنجموا تعملوا اللي تحبوا عليه. توا نتعداو للمرحله اللي بعدها وهي نحطوا شويه ملح على السردينه اللي عنا. الكونتيتي اللي عملتها هي تنجم تجيب لنا ما بين 10 و 12 كعبه سردينه. السردينه نظفتها ونحيت منها السلسول الظهر متاعها، وسهل ياسر جوست تدخل صبعك تحت السلسول متاعها يتنحى معاك الكل، وتبدا كعبات نضاف ومزيانين كيف ما تراو فيهم. نعبيو الحشوه متاعنا ونحاولوا نسكروها من الجناب كيف ما تراو. هوني عملت معاكم زوز اشكال بالطول وهذه بالعرض، وتتراو من بعد النتيجه كيفاش باش تطلع. كملت لفيتهم الكل في الفارين على خاطر ما تعرفوا في القليين السردينه متاعنا تتفرد والحشو معاها، لذلك الليتاب هذه مهمه. كي باش تعملوها في الفور نجموا تستغنيوا على الليتاب هذه. ونسيت ما قلتش اللي الفارينه والسميد اللي حطيناهم في الحشو راهو عملت مغارف كبار، مغرفه فارينه كبيره ومغرفه سميد كبيره. هنيه كيف ما تراو طابت معنا السردينه وقلبناها. طاب الوجه الاول، انا حطيت الوجه الاول هو الحشو طاب وقلبته على جناب الاخرين. من بعد على بابي اسويتو نهبطوهم يستقطروا شويه. وهذه هي كانت الوصفه نتاعنا، سردينه بنينه تتقرمش، الفاخس متاعها بنينه وزيد تحضر فيسع حتى في الفور راهو زاده ما تشدش برشا وقت. السردينه روحها خفيفه في ساعه تطيب. والحشو كيف ما ديتو عملناه الجيري ياسر وفيه برشا عظم هذاك عليه تيب اسرع. هكا حضرت السردينه متاعنا نعملوا عليها رشه معدنوس للزينه كيف ما تراو. هذيك الطريقه الاولى اللي عملتها اللي هي رولي بالعرض، وهذه بالطول. تنجموا تعملوا الطريقه اللي تريحكم، اللي بالعرض ما تاكلش ياسر حشو واللي بالطول تاكل اكثر حشو، هكيكا اسرع نتصور. هذه كانت وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تجربوها وبالهناء والشفاء.